الاخوه الافاضل هيكلموكم كلمتين ان شاء الله، يعني اهم الامور اللي هتحتاجوها معاكم في الرحله ان شاء الله، الامور الايمانيه وما يجب عليك فعله واخذه في الاعتبار قبل ما تعمل العمل الصالح بتاعك. وبعد كده هنتكلم مع بعض ان شاء الله، نقول تفاصيل رحلتنا هتبقى عامله ازاي، وايه النصايح اللي بننصحها للناس بحكم ان الانسان يعني بيروح ويجي كتير، ومعظمكم لسه اول مره وفي ناس راحت قبل كده بس الوضع اتغير. ننصحكم شويه نصايح ونشوف مع بعض ان شاء الله الاتفاقات اللي هنعملها ان شاء الله، وبرنامجنا هيكون ايه، وكل التفاصيل بتاعتنا ان شاء الله. نسال الله تعالى لنا ولكم القبول والتيسير. بادر بالتوبه والاستغفار، اتوب واستغفر بقى. ليه؟ لان المسافر في ذمه الله حتى يرجع. طب انت لو مت وانت في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. زي اللي بيصلي الفجر في جماعه، لو صليت الفجر في جماعه فانت في ذمه الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، انت في ذمه ربنا. والمسافر في سبيل الله حتى يرجع، يبقى لازم تتوب وتبادر بالتوبه والاستغفار عشان تبقى طالع بادئ رحلتك كده انت في سبيل الله وانت على طاعه. انا في سبيل الله وانا تائب ومستغفر، مش انا لسه في سبيل الله وانا على معصيه وانا بقى تارك صلوات ومتكاسل عن الصلاه ومتهاون في العبادات وفي الطاعات. احنا نصلي العصر في البيت قبل ما ننزل باذن الله؟ لا، احنا ان شاء الله هنصلي العصر، الناس هنصلي العصر في مسجد المصطفى اللي هو في شارع الزراعه ان شاء الله. اما النساء تبقى تصلي ان شاء الله لما نتحرك بالباص، يبقى يصلوا واحنا ماشيين في الباص ان شاء الله باذن الله تعالى. والمغرب والعشاء هنصليهم ان شاء الله في المطار، لان احنا كنا شرعنا في السفر هنصليهم في المطار جمع وقصر ان شاء الله باذن الله. طيب الامر الثاني، اسد الديون اللي علي، ابادر بسداد الديون. طب انا لو الديانه بقى لازم عندي ديانه كتير وانا تاجر وعندي فلوس بره وجوه كتير، استاذن الديانه ان انا مسافر فامهلوني لحد ما ارجع. طب انا لو عندي اللي يسدد وابني مكاني مثلا في التجاره، او عندي اللي يسدد وابني، خلاص طالما عندي اللي يسدد توكل على الله. لو اتاك امر الله وقضاء الله عندك اللي يسدد عنك، بس لازم توصي قبل ما تمشي، توصي عليا كذا وليا كذا وهكذا، تكتب وصيتك. ده اصلا من حقوق المسلم، ان انت لو ليك حاجه تقدر توصي فيها لا تبيت يوما وليله الا ووصيتك مكتوبه تحت راسك. لازم توصي في حياتك كلها. ثالث حاجه او رابع حاجه، نلتمس الرفقه الصالحه. انت في رحله طاعه 15 يوم، رحله الطاعه دي عشان تبقى عارف انت فين من المسلمين وانت فين في امه الاسلام، او رحلتك دي انت قدرك فيها عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاج والمعتمر. طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والمعتمر، او قال ايها المسلم، او قال المسلمون، يبقى اللي جاي بعدها خير. الحج والمعتمر وفد الله. يعني ايه وفد الله؟ في ضيف وفي وفد. الضيف اللي ينزل عليا الاقي واحد بيخبط عليا الباب ويقول لي انا جاي اشرب معاك الشاي، ده اسمه ايه؟ ضيف. طب الوفد اللي انا رن عليه يا شيخ احمد انت معزوم عندي الاسبوع الجاي، يبقى بقى وفد علي. الحج والمعتمر وفد الله. مين اللي دعاهم؟ الله دعاهم فاجابوا. ربنا دعاك وانت اجبت. طب انت مين؟ انت قدرك ايه في الدنيا؟ انت فرد من 2 مليار و200 مليون مسلم، يعني انت واحد من ربع سكان الارض. ربنا اختارك دونا عن الناس دي كلها عشان تجيله في الوقت ده. انت حاولت كتير قبل كده او ما كانش في نيتك، بس الدنيا مشيت، تلاقي العقبات تزللت قدامك، حد شجعك، هو ربنا رايد لك الوقت ده. في ناس مثلا على سبيل المثال، في الناس اللي قاعد بقى لهم حوالي سنه ونص او سنتين بيكلموني عن العمر، هو ربنا اذلهم في الوقت ده بس وجم الوقت ده. طب يبقى انا بقى رايح الرحله ديت اروح افوز وابقى قد الاختبار، ولا اروح اتكاسل واتقاعس وارجع بالخسران واقول يا ريتني؟ لا، اعمل لنفسي ورد من القران، اجهز نفسي كده، اتسامح مع الناس، اي حد انا مزعله او اي حد هو مزعلني لله اتصل عليه اقول له السلام عليكم انا مسافر مش محتاج حاجه. طب يقول لك طب يا عم ده احنا بينا مصانع الحداد زي ما بنقول بالبلد. لا، ده خيركم من بدا بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان كل يوم اثنين وخميس ترفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا المتشاحنين اللي بينهم وبين بعض شحناء. يقول ايه؟ اتركوا هذين حتى يصلح. عملك لو انت ما فضتش الخصومات والنزاعات، عملك معلق لحد ما تفض من الخصومه والنزاع. يعني تروح رحله السفر بتاعتك ورحله العمر ويكون معلق لك. احنا عندنا في الرحله ديت فضائل هبقى اكلمكم عليها بعد كده ان شاء الله، واحنا في المسجد النبوي نعمل درس ونكلم الناس عليه ان شاء الله. عندك فضائل مغفره للذنوب وعتق رقاب ورفعه في الدرجات وبشرى بالجنه. عندك
بشرى بالجنه لحظيه، وبشرى بالجنه ممتده 8 ساعات او 10 ساعات، وعندك يعني ملائكه وشجر وكل بقعه تعدي عليها في الارض وانت بتكبر تشهد لك يوم القيامه، ومع ذلك عملك كله معلق لحد ما تفض النزاعات والخصومات. اقل درجات صله الرحم يا جماعه الخير ان انت تقول للي انت متخاصم معاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا كده مش قاطع رحم. لو هو رد السلام كان بها، ما ردش السلام ده خلاص هي بتاعته، بس انا عملت اللي عليا قدام ربنا، افض النزاعات، اوصي، اسد الدين، او اطلب من الديان ان هم يمهلوني، استغفر ربنا سبحانه وتعالى واتوب اليه، انتقي الرفقه الصالحه اللي مثلا معانا يعني نص يوم ضاع عليه، فاحنا هننزل الفندق ان شاء الله الساعه 12، هنسكن الناس والناس ترتاح، وعندنا بقى هنبقى صابحين جمعه. افضل صلاه في الصلوات كلها صلاه الصبح يوم الجمعه في الجماعه. اعمل حسابك هننزل نصلي الجمعه، ننزل نصلي الفجر، ونحاول على قد ما نقدر الناس هنبقى يعني طريق سفر، وهنقعد كده في المدينه يومين ونص بالظبط. هنقعد في المدينه ليلتين ونص بالظبط، يعني هنقعد فجر، هنبقى خلاص الخميس نص اليوم طار علينا، هيبقى فاضل لنا لحد الساعه 2 الظهر يوم الجمعه، ده كده يوم. من الساعه 2 الظهر يوم الخميس لحد الساعه 2 الظهر الجمعه كده يوم، يبقى كده احنا قعدنا يوم. السبت الحد هنمشي ظهر الاثنين ان شاء الله. فانا نعمل حسابنا نحاول على قد ما نقدر نصلي الفجر ونفضل قاعدين في المسجد النبوي، بس النيه ايه؟ واحنا قاعدين اعتكاف. النيه ان انا اقعد اتعلم علم او اعلم الناس علم، او اتعلم خير او اعلم الناس خير. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته قاصدا مسجدي هذا او قاصدا المسجد النبوي الا وكل خطوه يخطوها قدم تكتب حسنه واخرى تمحو سيئه. الله، قيس بقى، قيس الخطوات من مصر لحد ما توصل للمدينه المنوره. طب ومن دخل الى مسجدي هذا يريد ان يتعلم خير او يعلم الناس خيرا كان كالمجاهد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله ان انت تقعد في مسجد النبي تبقى ناوي بس تتعلم خير او تعلم الناس خير. الرجاله هنكون مع بعض ان شاء الله في المسجد النبوي، عشان المسجد النبوي نصين، نص الرجاله ونص النساء. فالرجال هيبقوا معايا، هنقعد بقى عندنا الشيخ عبد الرزاق البدري، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ صالح العصيمي، علماء المملكه بقى. هنقعد بقى بعد كل صلاه في دروس علم. كليه المسجد النبوي موجوده. ما هو الحريم عندكم بقى مدرسات. كليه المسجد النبوي عامله زي جامع الازهر عندنا كده، كل دكتور في الكليه ليه عمود يقعد قدامه الطلاب بتوعه يقعدوا. فاحنا انت رايح المسجد النبوي اسمع فين الميكروفون اللي شغال واروح رايح قاعد. ليه بقى؟ لو جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. وحديث اخر ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكه اغفروا له، يعني كل دول مغفور له. طب الملائكه تقول يا رب وهو اعلم ان فيهم فلان، ده فيهم واحد جاهل عبد اللطيف، ده اجهل واحد وواحد ما يعرفش اي حاجه، قاعد في وسطهم كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اي مجلس ذكر تلاقيه في اي حته في المساجد عندنا، اقعد 5 دقائق وقوم اسمك كتب في سجلات الحاضرين في المجلس ده. لو فيهم حد ربنا غفر له يتغفر للباقي ده كله بسبب. فيبقى نقعد في دروس العلم، احنا رايحين المسجد نقعد في دروس العلم. كان في ستات عندنا. طب تخيل بقى ال 11 ركعه. طب انت لو عندك قيام ليل بقى، لو عندك ورد معين، لو عندك وتر، عندك تحيه المسجد لما بتدخل عد بقى، عد وان تعدوا نعمات الله لا تحصوها. دي من النعم، دي من الحاجات الطيبه الجميله اللي الواحد يعني يهوى اليها، يسعى ليها ان شاء الله. خلصنا الجمعه واحنا طالعين بعد صلاه العشاء هنتجمع عند باب 322 وهعرفكم الكلام ده واحنا رايحين. هنتجمع عندنا درس ان شاء الله بعد العشاء لمده ساعه. هنشوف الناس، لو الناس تقدر هنعمل لهم جوله مزارات حوالين المسجد النبوي لمده ساعه ونص. مش هنقدر يبقى عندنا درس علم، نقعد نقول درس كده نجهز الناس للعمر. يوم الجمعه بعد العشاء ويوم السبت بعد العشاء. يوم الجمعه بعد العشاء ويوم الحد بعد العشاء ان شاء الله. او قبل الفجر بساعه في المدينه. الدنيا كويسه شويه، الموضوع قريب يعني. احنا بننام. مفيش نوم يا حاج، هو 14 يوم جاهز في سبيل الله خلاص. مفيش. احنا بنرجع، انا بعمل كده، بنعمل كده، احنا ما بننامش خالص. وبنرجع هنا تلاقي الناس كلها راجعه 3-4 ايام نوم.
بس اعوض بقى مفيش مشكله، بس هنروح ان شاء الله. ربنا يكرمكم بالخير يا رب ان شاء الله. بعد العشاء ان شاء الله هنرجع، هنقعد الدرس نص ساعه كده او ساعه الا ربع، وبعدين نرجع على فندقنا. اللي عايز يعمل لقمه بقى، اللي عايز يعمل حاجه وينام، عشان قبل الفجر بساعه هتلاقوني عمال تك تك اخبط، مش همشي من على الباب الا لما تردوا ما تعمل مني جرس يا شيخ. ان شاء الله تعالى. قبل الفجر بنص ساعه في المسجد النبوي لازم تكون جوه المسجد. لو رحت زياده عن نص ساعه مش هتعرف تدخل جوه، لان خلاص احنا بقى الدنيا بقت زحمه دلوقتي خالص يعني. كنا بنروح اول اذان، على ثاني اذان جدا يكون جوه. ربنا يبارك فيك يا حاج. لا اول اذان بيبقى قبل الفجر بساعه في المدينه. طيب هنقعد ان شاء الله من الفجر، نصلي الفجر بجماعه ان شاء الله، ونقعد لحد شروق الشمس. بعد الشروق كده بتلت ساعه ولا بنص ساعه نصلي ركعتين الشروق الضحى، ونرجع تاني على فندق. يبقى انت كده خدت على الحديث اجر عمره تامه تامه تامه. يبقى انت كل يوم ليك بعمره في السعوديه 14 فجر ب 14 ثواب اجر عمره ان شاء الله. عمره مبروكه يا رب. نرجع ان شاء الله الساعه 7 الصبح ننام، وهنقوم ان شاء الله على الظهر عشان الصلاه في الفندق. ننوه الناس بس، الصلاه في الفندق في المدينه بصلاه عاديه. الحرم بس هو المسجد النبوي اللي الصلاه فيه ب1000 صلاه. يبقى احنا الظهر نروح نازلين مصليين وراجعين بقى. اللي عايز يعمل لقمه بقى، الحاجه اللي لسه جايبه كفته ولحمه وكده ترجع تطبخ لقمه حلوه عشان تبر نفسها كده، وننزل بقى عصر مغرب عشاء متواصل في المسجد بنيه الاعتكاف وبنيه تعلم الخير او تعليم الناس خير. بفضل قاعد في المسجد. بعد العشاء يوم السبت هيبقى عندنا ان شاء الله مزارات جوله حوالين المدينه المنوره. جوله بقى نروح مسجد قباء، نروح مسجد ابو بكر. هنخير الناس ساعتها تبقى بعد العشاء او تبقى بعد الفجر على طول. هنخيركم اللي انتوا عايزينه ان شاء الله تعالى يعني. يوم السبت هيبقى عندنا الصبح هنصلي معلش فجر اللي هو فجر السبت، ونرجع مش هنروح الظهر، هنصلي ان شاء الله. الرجاله اللي هيشيلوا شنط يلبسوا جلابيه زي حالاتي، ويخلوا الاحرام في كيس خارجي نروح نلبس هناك. الرجاله كبار السن على دماغنا، انما تنصرون بضعفائكم. كبار السن مش هيعملوا اي حاجه خالص. كبار السن جايين الرحله دي كده ملاك زي ما بنقول كده، جاي ملوكي كده. ده البركه بتاعتنا، ده بركه الرحله. كبار السن هيلبسوا الاحرام بتاعهم من الفندق ويتجهزوا. النساء نصيحه عشان احنا معانا بنات صغيرين كتير في الرحله، الحجاب عشان الرحله ان شاء الله عمرتك تقبل. شرط الحجاب الشرعي في الاسلام، شوف انت بتصلي الصلاه بايه؟ بنصلي الصلاه ازاي؟ الاسلام اللي احنا لابسينه هو ده الحجاب الشرعي اللي المفروض كل مسلمه تلتزم بيه. واسع، فضفاض، لا يصف، لا يشف، مش لبس خفيف يلزق على الجسم يصف ما تحته، مش تشبه بالسافرات الكافرات، مش لبس شهره وزينه وشهره. يبقى مثلا حد لابس فستان فسفوري مثلا وماشي بيه في الشارع، طب ما كل الناس هتبص عليك، ده اسمه لباس شهره. فده كده تلجم بلجام من النار، فنسال الله العافيه يا رب. فنحاول رحله 15 يوم على قد ما نقدر، نحاول نبتغي وجه الله في الرحله دي، نلتزم بالحجاب الشرعي 15 يوم. لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يرجعك من الرحله ديت وده حالك بقى. 15 يوم قلت يا رب والتزمت بالحجاب الشرعي، ممكن ارجع بعد ال 15 يوم بعد